قبل ما ابدا الفيديو عايز اشكركم فشخ على الكومنتس بتاعت الفيديو اللي فات. صدقوني كل يوم باجي بقعد على السرير ده هنا كده بالظبط، وبفكر في حاجه واحده بس، هي ان اروح برج القاهره ونط من فوقيه زي كريتوس. بس اللي بيمنعني حاجتين. اول حاجه هي ان التذكره غاليه الصراحه وانا معيش فلوس. تاني حاجه هي الكومنتات بتاعتكم، كومنتاتكم ما عدا واحد بس كاتب لي ها يابا ملحق يابا ملحق. صدقوني بعد ما شفت كومنتاتكم على الفيديو اللي فات كنت عايز امسك كل واحد فيكم واعمل له فوت مساج. ادعاك بذمه ادعاك بذمه، وده عشان انا بحبكم وعشان انا عندي فوت فتش. وبرضه عايز اشكركم تاني عشان احنا وصلنا 50,000 سبسكرايبر. انا مش عارف اقول ايه الصراحه في انجاز زي كده، بس احنا عملناها. اول تشانل توصل ل 50,000 واحد ضايع بنفس التيشيرت في كل الفيديوهات. المهم وانا بسكرول على الفيس قابلني جروب غريب اثار جوايا احاسيس الكرنج، شله مجنونه بس عسوله. وانتوا عارفين اينما يوجد الكرنج يوجد الشاطر. اظن ان سبب وجودي هنا على الكوكب ان افضل استكشف في الحاجات اللي زي كده، فقلت ما ينفعش اسيب حاجه زي كده تعدي من تحت ايدي غير لما استكشفها. وعمليه زي دي هتحتاج مني ان افتح الدولاب بتاع شخصياتي، وزي ما انتوا عارفين انا واحد متعدد الشخصيات. لا دي مش شيزوفرينيا، لا، او ممكن هو نوز. المهم دولاب شخصياتي فيه حماده الهيب هوب هيد غني عن التعريف، حماده الاوتاكو محب الكرتون الياباني. بس النهارده هوريكم شخصيتي الجديده وهي شخصيه نسائيه، عشان يا جماعه العنصر النسائي مطلوب، لازم يبقى فيه ايكواليتي ما بين الستات والرجاله. وصدقوني يا ذكوريين انا اسف يا جماعه التستوستيرون حبايبي، الشباب اللي بتحط صوره باتريك بيتمان بروفايل بيكتشر الاكونتات بتاعتها اللي بيتفرجوا عليا، انا مضطر ان اعمل كده. والشخصيه دي هي نورة الشطورة، وهستخدم الكاركتر دي في ان اقتحم الجروبات الغريبة. من اول نظرة لنورة الشطورة ممكن تفتكروها البت اللي بتبقى على ازاز عيالة في فاتيكا، وده باين من لمعان شعرها وشها سيمتري، كل حاجة فيها بيرفكت. Everything down to the last minute details. I would never be a simp. نورة الشطورة at your service my queen. من الاخر لو انا مش هتجوز واحدة زي نورة الشطورة فشكرا، انا عايز ابقى فيرجن طول حياتي. لا بعيدا عن كل حاجه تقريبا كلنا هنبقى فيرجن طول حياتنا، يعني تشيل. ودلوقتي بعد ما وريتكم نورة الشطوره هفعل مود التفكير بطريقه البنات. عملت الاكونت اهو نورة الشطوره، ودلوقتي يا ترى لو انا بنت ايه اللي ممكن اكتبه في الباي بتاعي؟ بص انا الاول هكتب الاكونت جديد عشان ما حدش يجي يبص عليه يشوف ده اكونت جديد فيفتكره فيك. لازم تسينك اوت اوف ذا بوكس وتسبق العدو بخطوه. اكونت جديد. برضو البنات بيكتبوا في البايو بتاعهم شي وهير، معرفش ليه الصراحه، انا الصراحه بومر كفايه عشان افهم حاجه زي كده، بس يلا هنكتبها. وبرضو بيكتبوا انواع شخصياتهم، حاجات بقى زي ايه ESTB INTJ. فعشان نورة الشطوره واحده مختلفه فانا هكتب ايه LGBTQLCD. دي شخصيتي. وبرضو البنات اغلبهم بلاقيهم في البايو كاتبين البرج بتاعهم، برضو مش عارف ليه الصراحه كل المعلومات الكتير دي، واحنا في السجل القومي. بس انا البرج بتاعي هو برج الدوجا، برج الكلبه. اخر حاجه ممكن اكتبها هو انا برضو كنت بشوف بنات كتير بيكتبوا في البايو ارقام، مش عارف ارقام تقريبا ملهاش اي سنس، ارقام كده وخلاص. فانا مثلا هكتب 11 هل انا فاهم يعني ايه 11 لا الصراحه. ومع اللمسه الاخيره وهي انك تفضل تسبام ايموجيز في البايو في اي مكان كده، وخصوصا الايموجي بتاع الجليتر ده حطه بقى في اي حته، فاهم؟ شي هير اهو، يلا LGBTQLCD شخصيتي، يلا حط دوجا بس 11. البايو كما يجب ان يكون. لو انت بنت ومش حاطه البايو بتاعك كده لازم تعيدي حساباتك. تخيلوا بعد العبث ده كله في حد ممكن يصدق فعلا ان ده اكونت حقيقي بتاع انسان ويخش يكلمه. بس دلوقتي بقى نيجي لاول بوست هشيره، لازم اختاره بعنايه. بابا انا نفسي اتجوز ولد عسول. بتقول يا بت؟ بقول لك تشرب شاي ولا ينسون؟ القرينش. انا اسف، حرفيا انا وبابا كل يوم. في الاخر ايموجي الجليتر. دلوقتي يا جماعه الاكونت بقى جاهز للاقلاع. ارفعي راسنا بقى يا نوره يا شطوره. هو لو قلت لك انا 19 سنه يبقى فرق بيني وبينك كام؟ انا اكبر منك بس انا مستعده اكون الشوجر مامي بتاعتك. صراحه الولد شكله امور، شكلي امور. لو انا هموت حسب شحن فونك هموت وانا عندي كام سنه؟ بلاش صدمات. يا لهوي يا جدعان ده شعره كيرلي. بعد الشر عليك يا حبيبي، انا بموت في الشباب اللي شعرها كيرلي. نقطة ضعفي
طبعا كله مع حبيبه في الخاص. السناجل فين؟ اعطيله واحده يلا نلعب احي. مفيش حد بعت لي اد ولا اي حاجه حرفيا، وانا ما اشبهش يعني. سؤال للاذكياء فقط. ابو ابن عمك ماذا يقرب لابو ابن ابو اخوك؟ ليكس عصبي عصبي. نفسي اجمع 20 صلاة على النبي، ودي صورتي هي بنات لو ما شفتوهاش. هو ليه الجروب كله كل البوستات نفسي اجمع على الصلاه والسلام؟ يعني في ايه مش فاهم. طبعا ما فيش حد ما اكلش من الاكل ده. فكرني بالبوستات بتاعت ساعات من النوم لقيت امي عامله الفطار ده، قلت اصوره لكم، قالت لي بلاش يا ابني لحسن يشتمونا في الكومنتات. ايه الفطار ده يا فقير يا معدم يا لو ده ابنك هتسميه ايه؟ يا رب اللي ما اتعلق ما تخلف. لا ده بيهدد مستقبلي، فانا لازم اعلق دلوقتي. هسميه ابو حسيبه. واحد رد عليا في الكومنت بتاع ابو حسيبه بيقول لي روحي نامي. طب يغلط في ابو حسيبه يا جدعان، ده ما ينفعش يتسكت له ده خالص. شكلنا كده يا جماعه لقينا اول بيف. لو سمحت ما تغلطش في ابو حسيبه، على الاقل شكله احلى منك. انا عندي ممكن تغلط في اي حد الا ابو حسيبه. خطوط حمراء هنا. لقد طفح الكيل بقى، ومفيش ولا راجل معبرني مش عارف ليه الصراحه، فانا هفضل ابعت اد لكل راجل اشوفه. لماذا يرفض الرجال طلبات المراسله التي تاتي من النساء؟ ابتدينا نكذب بقى. شكلنا كده يا جماعه لقينا اول فريسه. يا ويل قلبي من منشوراتك الرائعه. طب يا جدعان دلوقتي انا محتاره. نرى الشطوره في 2 بيتعاركوا عليها، واحد كاتب لها سلامه قلبك وواحد كاتب لها اي خدمه. طب اختار مين فيهم؟ واحد حاطط صوره احمد عز وواحد حاطط صورته. الصراحه يا جدعان نرى الشطوره محتاره، فانا مش عارف الصراحه. هكتب لهم يا ريت تبعدوا عني، انا واحده مخطوبه. انا اسف. وقت الاختيار بعمل عمليه انسحاب. مخنوقه جدا وعايزه اعيط. قول لي كلمه تفرحني ممكن. انا عارف اللي ممكن يفرحها. هل تتطور علاقه الى موقع الشرق اليوم حسود زي ما فوش وفي ثاني. جاهزه للتحدي؟ واثقه من نفسك؟ تخيل تدخل لواحده اول مره تكلمها تقول لها كده انت عايز مني ايه؟ اسمك وعمرك. واسم امك واخواتك ونسوانهم. اسمي نورة والعمر ما بعدش. قولي بجد. ماشي هفضل معاه للاخر. 23 سنة بجد. ايوه هضحك عليك ليه؟ منين بقى؟ ده شكله هيتعرف عليا وكده، مفكرني سهلة يعني. ما الكل عارف يا باشا اني بتاع الدعارة. لو سمحت انا واحدة مخطوبة وخطيبي شغال في البترول، ولو عايزني ابعت لك اثبات هبعت لك. بيقول لي ازاي؟ صورتي انا وهو اهو. دي انا وخطيبي. معلش هو كان متهرب شويه. تقريبا حصل له كونفيوزنج كده. سيبك من الحوار ده. انت جريئه؟ لا انا نورة. جرايه يا بنت. صدقني خطيبي شغال في البترول وبيقبض 2000 جنيه زائد وجبه فراخ مشويه، يعني انا حته تقيله في البلد. باين يا قمر. هو انا خطيبي مش مالي عينه مثلا ولا ايه؟ مش فاهم. هاي انا محمد، مقدم مهندس في الجيش من الزقازيق. وانتي؟ هو في حاجه اسمها يا جدعان مقدم مهندس ولا هو بيترول عليا؟ تخيلوا لو هو عامل اكونت فيك اصلا وبيترول داخل زي يترول على الناس. طب ده انا اقول له ايه؟ ده انا هخش له شمال على طول. هل تتطور العلاقه الى مضطرب؟ تتطور ما تتطورش ليه؟ انتي كام سنه؟ انا 11 بس الشباب في القلب. يا لهوي. ايوه. اف باي اوبن اب. طيب اسف يا جدعان، شكله لما عرف ان انا 11 سنه لقى نفسه غلط بقى وهيبطل يكلمني. يو جات ماي ريسبكت. صدقني انت عليت جدا في نظري. انا بهزر معاك وكنت بختبرك. طلعت واحد ينفع أأمنه على نفسي. انا سني الحقيقي دين. ماشي يا فندم. انا لو سمحت عايزه اصارحك بحاجه. انا خاينة. انا مخطوبة لواحد شغال مهندس بترول. صورتي انا وهو. ظاهر التركيب جدا. دي تركيب؟ طبعا. ده بيشكك فيا. تركيب ايه حضرتك؟ اجيب لك صورة ليه وهو كان معايا في اوضة النوم؟ انا هوريله ازاي تركيب. بيقول لي لا شكرا، دي صورته وهو معايا. اوه ماي جاد. شكله عامل كده عشان بس ريحة شرابي كانت وحشة. زعلانة جدا جدا جدا. البنات لما تزعل. واحد كتب لي كومنت من ايه قلبه؟ BMS. الجو محتاج شغلة من 3 حروف. موت. زعلانة ومحتاجة حد يواسيني وقلبه
يكون كبير. كله سابني بقيت لوحدي، دنيا بيني وبينها تحدي. لما تكون الغزاله رايقه بتغني ايه؟ انتي واقفه في المطبخ. نستقبل اول مطربه. اي حاجه للفنان عمر اي دي. تالت واحد بعد العلامه دي هيموت ويكلمك. كل هجمه هنا قررت اقول لكم ايه الاكله دي. تاني برضو نفس الصوره دي. ايه ده يا جدعان؟ ده قلقاس ده ولا وايه البتاع ده الدبانه دي؟ استغفر الله. بهزر. عاوز اتجوز بنت في شقاوة سعاد حسني ودلع سهير رمزي ورقة زبيدة وعود هند رستم. الاقيها فين؟ يغرد بهذه المنشورات وفي الاخر تلاقيه عامل زي مرتضى منصور. انا فيا كل الصفات دي بس تخين. مساء الورد والياسمين على عيونك الحلوين. نتعرف. صراحة ما اكدبش عليكم، عجبني الدخل فيها قافيه. اعرف ازاي كل من الحته اللي انا بحبها. الورد والياسمين. شكلك واحد محترم. الناس الغداره كتروا قوي يقولون ان الورد ارقى ما في الكون، وانا اقول لولا وجودك ما كان للورد لون. كل سنه وانت طيبه ويا رب تكون سنه جميله عليكي وتحققي كل احلامك يا رب. انا جعانه. بقول لك ايه، انا مخطوبه. هوري لك خطيبي وتقول لي اكمل معاه ولا لا. يا جماعه الصراحه انا حاسس ان خطيبي مش قد كده، فانا بفكر فركش معاه والشخص ده هو اللي هيحدد. هو ايه اللي انا بقول لك نكت؟ لا والله. هو يا جدعان الناس مش مصدقه ليه؟ هي دي باين عليها تركيب. اكمل معاه ولا اسيبه؟ اي نعم، هو ساعات بيمسكني يضربني وكان مكسر لي فقرتين اول امبارح، بس هو طيب. بعت لي صورته. طب ايه رايك فيا؟ شكلك واضح انك ابن ناس. انا خطيبي تحسه مبرشم. تنصحني اكمل معاه ولا لا؟ مع العلم انه مهندس بترول وكسيب. كملي معايا انا بيخطفني منه. انت موافقه؟ انا موافقه بس خايفه يجي يكسر لي الفقرتين التانيين اللي حيلتي. سيبك منه، انا معاك اهو. هو ايه اللي انا معاك؟ انت بس انت اعتبر بالنسبه لي شاشه. انت شكلك ما بتفهمش. انا بقول لك ده خطر. ده في عصابه مكسيكيه. ولا تفرق وربنا. ده بعت لي فيديو بيهددك في. انت لا شيء ولا انت لا شيء يلا. هو عصب اوي فضل يشتم. هتوحشني يا اجزر علاقة عدت عليا. هروح له بقى عشان يكسر لي باقي فقرات ظهري. البنات نامت عليهم حيطه. احلى مسا على الرجاله. تم مسكوت من الضحوك. وبكده يا جماعه تكون رحله نور الشطوره خلصت في عالم جروب شله مجنونه بس عسوله. وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جاي. سلام.